السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد وآخر المستجدات والأخبار في التعليم المصري. وعشان تتابعنا أول بأول ما تنساش إنك تشترك وتفعل زر الجرس، كمان ما تنساش تضغط زر لايك. طيب، كلنا في الساعات الأخيرة شاهدنا دكتور خالد عبد الغفار. مين دكتور خالد عبد الغفار؟ هو وزير التعليم العالي اللي ما يعرفش. كان قال ان في اجتماع طارئ النهارده للمجلس الاعلى للجامعات، والمجلس الاعلى للجامعات هيقرر مصير الامتحانات. وبعد كده طلع منشور بيقول ان الامتحانات هيتم تاجيلها وتعليق الدراسه بالجامعات والكلام ده كله. لكن دكتور خالد عبد الغفار طلع وقال ان الكلام ده خاطئ ومش صحيح، وان الامتحانات هتقام في مواعيدها عادي ومفيش تعليق دراسه في الجامعات والكلام ده كله. بعد القرار ده او بعد ما الكلام ده اتقال، وبعد تصريحات دكتور طارق شوقي امبارح بان الامتحانات هتبقى في ميعادها وكل حاجه تبقى في ميعادها، هاشتاج على تويتر تقريبا جايب 133 الف تغريده مكتوب فيه الغاء الدراسه حياتنا اهم. مطالب جماهيريه كتير جدا سواء من طلاب او من اولياء امور او من معلمين او من اي حد يعني في البلد، بيقول ان المفروض يتم تعليق الدراسة او حتى يعني امتحانات تبقى اونلاين، او حتى ابحاث او المنصات الالكترونية الكتير اللي عندنا احنا عاملينها دي تستخدم في اداء الامتحانات او في تقييم الطلاب. لكن الحقيقة لحد الان ولحد اللحظة اللي احنا فيها دي مفيش اي قرار رسمي بكده، والمفروض الحال يبقى كما هو عليه. ولكن في الساعات القادمة القليلة قد نشهد بعض التغيرات، يعني في ان يتم استبدال الامتحانات او حتى تعليق الدراسه من قبل الحكومه والدوله ذات نفسها، مش من قبل اي وزير من التعليم سواء دكتور طارق شوقي او دكتور خالد عبد الغفار. فبالتالي لو انت مؤيد للهاشتاج ده بتاع الغاء الدراسه وحياتنا اهم بناء على الهاشتاج ده، يا ريت تقول لنا في الكومنتات انت مؤيد ليه ولا لا. ولو عندك اي بدائل للامتحانات مثلا لو تم تعليق الدراسه قولها لنا. ولو حابب انك تضيف حاجه او تقول مقترح او تقول راي بالنسبه للتعليم برضو قوله لنا في الكومنتات. كل ده احنا هنقراه معاكم ونوصل صوتكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله في الكومنتات. فما تنساش تسيب كومنت بالحاجه اللي انت تطلبها او الحاجه اللي انت بتتمناها. ده كان كل حاجه في الفيديو والمستجدات اللي انا حابب ابلغها لكم. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.